اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو سريع وسهل وبسيط. كنت داخله من الشغل وبصوا ده بشعه المنظر، بس اهم حاجه الجمدان اللي احنا عملناه. شفتوا الستريبس ده خطير. كل الطبق ده بنص كيلو بانيه بس. تعالوا هنشوف الوصفه كامله معايا، بس اما ندوق ونشوف عامل ازاي. ودي صينيه مكرونه عملناها فظيعه، ما خدتش معانا اي وقت ولا مجهود. هنطلع كده خرطه. طبعا انا يفضل ان هي تهدى شويه، بس انا هطلعها سخنه علشان هما خلاص يعني ايه جوعتهم بصراحه. هنطلع مع بعض كده ايه خرطه كده نشوفها. بصوا 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 بصوا، فظيعه. الصوص بتاعها جميل جدا. الشوكه دي بصوا كريمي ازاي من جوه وجميله. كريمي ازاي، شايفين الوش عامل ازاي؟ رهيبه بجد رهيبه. انا لازم ادوقها معاكم، او مش انا اللي هدوق، انا هخليهم هما اللي يدوقوا ويشوفوا ويحكموا. بس استنوا نوريكم الستريبس. بصوا عامل ازاي. بصوا جامد. بصوا الكفر بتاعه ماسك عليه وعامل ازاي، خطير بجد خطير. هما بقى يجوا يدوقوا كده ويقول لكم ايه الرأي، وهنشوف الوصفة بتاعتنا. ولو عجبكم لايك وشير، عشان احس ان انا تعبي ده، انا جايه من الشغل تعبانه وعملت الاكل بسرعه وصورت، فعشان اقدم لكم كل جديد ومفيد. شجعوني. يلا هما يجوا يدوقوا ويقولوا ايه رايكم. هما اللي هيقولوا، هما اللي هيحكموا بقى عليا ايه رايهم في الاكل بتاعي النهارده. تعالوا شوفوا الاكل يلا. جوجو وقلنا هيدوقوا مع بعض. ايه رايكم بقى؟ وقولوا لي ايه الدنيا كده. وهتتلسعوا. سخنة. نونا هي اللي هتقول. جوجو عنده مذاق في الاكل ونونا ما بياكلوش اي حاجه، ف هيقولوا لي ايه التكات ها ايه رايك؟ طعمه حلو. ايه رايك؟ سخن. ده يلا بقى اسيبهم هما بقى يعيشوا ويدوقوا، ونروح نشوف وصفتنا. باي باي. اللايك استنوني. والاشتراك. ما تنسوش اللايك والاشتراك. استنوا بقى الوصفه بتاعتنا هتنزل بالتفاصيل. باي. باي. وهنا بقى بدأت ان انا اجهز. جبت طماطم، بدأت ابشرها. جبت طماطمايه بشرتها كده علشان نعمل معانا الستريبس الخطير اللي كنا عاملينه ده. نص كيلو صدور بانيه وقطعناه شرايح طويلة كده، وهبدأ ان انا اتبله معاكم عشان تشوفوا كل حاجة بالتكات والحركات. حطينا بصلة مبشورة، طماطمايه مبشورة، دبس الرمان، ملح وفلفل اسمر، توابل فراخ، بهارات فراخ. تبلناهم كده كويس، وحد مفروض يقعدوا قبلها بيوم او كام ساعة كده. انا بدأت بيهم الاول وحطيتهم كده في الفريزر يتشربوا من بعض كده شوية لحد ما اجهز التعصيجة بتاعة المفروم. هنا قطعت بصلتين وحطيت معلقة سمن وشوية زيت. انا بحب اضيف السمن مع الزيت. وبدأت ان انا اشوح بيهم كده البصل. وهنا كان عندي حلة حطيت فيه حوالي كيلو مكرونة قلم عشان تستوي. وزي ما انتوا عارفين انا مبحبش اضيف اي حاجة للمكرونة وهي بتتسلق، علشان الصوص اللي اي صوص عاملاه يثبت فيها. وهنا كان في ضفت نص كيلو لحمة مفروم. ضفته البصل بعد ما اتدبل كده معايا، وبدأت ان انا اشوح فيه كده لحد ما لونه يبدأ يغير معايا. وضفت عليه طماطمتين مبشورين وحطيته على نار هادية عشان يكمل السوا بتاعه. بدأت في البشاميل، حطيت سمن مع زيت، وحطيت 3 معالق دقيق. مش بحط الدقيق كله، انا بحب ياخد بس طعم التحميصة كده معايا. وهقول لكم باقي انا هعمل بيه ايه عشان يبقى يمسك كده ويبقى كريمي وتقيل. وبدأت ان انا احمصهم كده اما ياخدوا لون كده بسيط. وكان معايا لتر لبن دوبت فيه 3 معالق دقيق تاني. وبدأت ان انا اصبه كده تدريجيا واقلب تقليب مستمر.
وهديت النار شوية وبدأت ان انا اقلب فيه تقليب مستمر كده لحد ما القوام بتاعه يبدأ ان هو يتقل معايا. هنا القوام بدأ يتقل معايا وانا بدأت ان انا اقلب فيه بالتدريج كده شوية بشوية، بدأ يتقل معايا لحد ما يبقى معايا جاهز. وكده يعتبر ان هو كان جاهز. اول ما بيبرد شوية بيبدأ ان هو يتقل اكتر. تعالوا بقى نشوف الاضافات اللي انا حطيتها للبشاميل. وهنا المكرونه معايا كانت بدات ان هي خلاص تستوي، مش عايزاها سوا كامل، عايزاها فيها مطه كده سنه كده عشان هتدخل الفرن تكمل السوا. هنا حطيت ملح وفلفل اسمر وحطيت هنا بقى ده رهيب بيوديها في حته تانية، مرقه لحم. دي مرقه لحم فظيعه. انا ما بحطش البشاميل بيض، ما بحبش البيض فيه. دي طريقتي في المكرونه، بحط مرقه لحم او مرقه دجاج، بس اللحم بتبقى افضل جدا. هنا البشاميل اللي معانا كان جاهز والمكرونه اتسلقت، هي يا دوب صفيتها بس ما غسلتهاش ولا اي حاجه. شوفوا سخنه البخار طالع منها. ببدا ان انا اضيف كده عليها شويه بشاميل واقلبها في صوص البشاميل مع معلقه ملح بسيطه تتشرب كده من بعضها كلها. ولو وصلتي لحد هنا ولسه بتشوفي الفيديو، لايك وشير وشوية الزرار اللي حواليا، وبحبكم بموت فيكم. وبدأت ان انا اقلبها كويس عشان كله يتشرب من الصوص ده. بجد بجد كانت خطيرة وخفيفة ولذيذة وما قعدتش من جمالها اتنسفت بأمانة. وهنا حطيت شوية صوص من بشاميل تحت كده في الصينية، وبدأت ان انا اوزعه فيها. وهبدأ ان انا انزل بالمكرونة، بحط نص المكرونة. وطبعا هنا المكرونة عندي كانت كتيرة شوية فما حطيتهاش في القالب كله، فات شوية صغيرين اهو زي ما انتوا شايفين كده. بساوي المكرونة علشان تبقى مفيش اي حاجة باينة من الصينية تحت. وبضيف بعد كده اللحمة معايا اللي عصرتها معاكم بضيفها. وببقى عندي موتزاريلا، الموتزاريلا دي بتوديها في حتة تانية. بحط في قلبها كده شوية موتزاريلا. بصراحة انا بعشق الموتزاريلا في اي حاجة شغال، ما بتقولش لا، انا من العشاق الموتزاريلا. وبنزل بالنص التاني وببدأ ان انا افرده كده. القالب ده كبير، اكبر قالب عندي بحب اعمل فيه المكرونة. وهنا ببدأ ان انا اسويها كده، وبحط باقي البشاميل على الوش كده واوزعه كويس. وابدأ بقى اوزعه كويس كده بالمعلقة بتاعتي. بجد انا كنت راجعة من الشغل، ما تستصعبوش اي حاجة، الاكل سهل ولذيذ. اللي يقول الاكل صعب ده المطبخ متعة. انا كنت راجعة من الشغل هلكانة، وقفت عملتهم بلبسي، ما كملوش معايا ساعة الا ربع بالظبط على ما استوت وخلصت، يعني ساعة بالكتير. وهنا حطيت الموتزاريلا على الوش كده عشان تبقى لون بقى وطعم كده وبتبقى خطيرة. وبدأت ان انا اضيفها. اسكت؟ لا ما اسكتش. حطيت شوية سمن بلدي كده على الوش كده يظبطوا الدنيا بقى كده ويعلوا التست بتاعها كده وتبقى جامدة. وحطيتها في الفرن على الرف الاوسط درجة حرارة 220 على حسب سخونية الفرن عندك. وهنا بقى بدأت ارجع بقى للبانيه او الستريبس بتاعي. حطيت طبق فيه دقيق ونشا وبهارات فراخ وفلفل اسمر وملح. وبدأت ان انا اجيب هو اصلا كان في التتبيلة اللي احنا شلناه فيه، بجيبه من التتبيلة على طول على التتبيلة بتاع الدقيق، وبعدين بنزله في البيض واللبن، وبعدين احطه تاني في التتبيلة دي. بقت اتغطى الكفر بتاعه بقى مرتين، والكفر بتاعه بجد مش بيفك، وبيبقى حلو جدا، وبيبقى فيه قرمشة كده جامدة، وبيبقى ثابت عليه زي ما انتوا شايفين. وبدأت اجيب الزيت اسخنه وانزل بقى واحدة واحدة كده بيه. طبعا عندي الزيت هنا كنت استعجلت عليه، لسه ما سخنش قوي. تغلطوش الغلطة بتاعتي دي، تستنوا عليه لما يسخن. وبدأت ان انا انزله كده واقليه. بجد بجد كان تحفة. اول ما يبدأ يغير لون ابدأوا قلبوه، ما تستعجلوش عليه وتقلبوه هو لسه لونه مغيرش عشان الكفر بتاعه ما يخلعش منه.
وبدأت ان انا اقلبه كده. بجد هيبقى حلو جدا. سندوتشات جنب مكرونة محمرة، مش شرط مكرونة، يعني ممكن بيتعمل لوحده حلو جدا جدا جدا. وبيدي الطبق ده كله كان نص كيلو بس، هتلاقوه احلى من ان انتي تعمليه بانيه كامل كده. بجد حلو جدا جدا جدا، جربوه مش هتندموا. وهنا خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. والاكل بجد ما خدش وقت، وكان جميل ولذيذ وبسيط، وحبيت اشارككم بيه علشان ما تستصعبوش المطبخ وتستسهلوا كل حاجة. واي حد عنده سؤال لاي حاجة او استفسار، عينيا ليكم، بحبكم بموت فيكم، انتوا جوه قلبي. باي باي.